في زحمة الحياة اليومية والمسؤوليات والأهداف والطموحات اللي مش بتنتهي، أوقات كتير بننسى إننا نهتم بنفسنا في وسط عالم مليان بالمطالب والضغوطات. كلنا بنحاول نكون أحسن وأقوى ونعمل كل حاجة على أكمل وجه ونوصل لأحلامنا كمان بأسرع وقت، وكأن الحياة بكل ما فيها بتجري ورانا وكأننا في سباق بنحاول نوصل. وبين كل ده بنغفل عن حقيقتنا الأساسية، إننا محتاجين نرتاح ونهتم بأنفسنا شوية. كتير مننا بيظن إن إحنا لما نقف للحظات أو ناخد استراحة من كل حاجة إن ده ترف أو إضاعة للوقت، بس الحقيقة إن الراحة هي سر القوة والاستمرار، من خلال إننا بناخد شوية وقت نرتاح فيهم ونعيد تجديد وشحن طاقتنا علشان نكون قادرين على العطاء بشكل أفضل لكل اللي حوالينا. الراحة مش رفاهية، بالعكس الراحة ضرورة علشان نقدر نكمل. الحياة أحيانا بتاخدنا في دوامة كبيرة من المسؤوليات والضغوط، ونفضل نجري ونجري لدرجة إننا بننسى إن إحنا بشر محتاجين لحظة نقف فيها وناخد نفس ونرتاح. الراحة مش رفاهية زي ما قلت لكم قبل كده، ولا تضييع وقت، بالعكس الراحة هي اللحظة اللي بنرجع نستعيد فيها توازننا مرة تانية. زي لما يكون عندك أي آلة ببطارية، لازم الشحن بتاعها هيخلص، ولازم عشان تشتغل تاني نحطها على الشاحن ونديها شوية وقت ترجع تستعيد شحنها وطاقتها مرة تانية. احنا كمان كده عندنا بطارية بتحتاج تتشحن، عقلك محتاج يفصل ويرتاح، وجسمك محتاج يفصل ويرتاح، ونفسيتك كمان محتاجة تفصل وترتاح. الحياة مش سباق لازم نخلصه بسرعة، الحياة رحلة محتاجين نحس فيها بكل خطوة مهما كانت الضغوط، لأنك لما تهتمي بنفسك هتقدري تعملي كل حاجة بحب بدل ما تكوني بتعمليها مجبرة ويكون حملها تقيل عليك. كتير بنشوف ناس أو الأمهات خصوصا بينسوا نفسهم في زحمة الطلبات وفي زحمة الحياة والضغوط. ببقى نفسي أقول لها اقف ارتاحي شوية، انت ليه ناسية نفسك؟ ليه بتدي كل حاجة حقها وبتيجي عند نفسك تقولي لا أنا مش مشكلة؟ وهو العكس تماما، المشكلة كلها انتي، المشكلة كلها انك لما هتكوني مش كويسة عمر ما في حاجة حواليكي هتكون كويسة، وعمر اللي بتحبيهم ما هيكونوا كويسين، لانك بطبيعة الحال مش كويسة، فمش هتقدري تدي لأي حد أي حاجة، ولا حب ولا اهتمام ولا رعاية، لانك اصلا مفتقدة الحاجات دي مع نفسك. فهتديها للي حواليكي ازاي؟ هتجيبي لهم طاقة منين؟ احيانا بنحس ان التضحية المستمرة هي الحب الحقيقي، لكن بننسى ان جزء من الحب لنفسنا واللي حوالينا هو اننا نكون فعلا بخير. وعايزة اقول لكل ام بتنسى نفسها، شيلك للمسؤولية هو فعلا حب، لكن عمر ما كان اهمالك لنفسك تضحية او حب، بالعكس ده ضغط كمان عليك. لو انت مش كويسة مفيش حاجة حواليكي هتمشي زي ما انت عايزة، البيت ده قايم بوجودك وقايم بسلامتك النفسية والجسدية، وهم دول اللي هيخلوا البيت مليان دفى واستقرار. مش عيب ولا حرام انك تقفي وتاخدي نفسك، مش عيب ولا حرام انك ترتاحي شوية، حتى لو ده معناه انك هتقولي لشوية طلبات لا. اللي حواليكي مش هيخسروا حاجة لما انت تهتمي بنفسك، بالعكس هيكسبوا ام وزوجة وانسانة اقوى واحن، لانك هتبقي مرتاحة وسعيدة. حبي نفسك زي ما بتحبيهم، لانك تستاهلي تكوني بخير. خليكي دايما فاكرة انك الاساس، ولما الاساس يكون قوي وسليم كل حاجة حواليها هتفضل ثابتة مهما كان الحمل تقيل او كبير. وخليني اقولك ان المشكلة اوقات كتيرة مش بتكون في المسؤوليات، اوقات كتير المشكلة بتكون فينا احنا اللي مش عارفين امتى نقف، مش عارفين امتى نسيب الحمل اللي على كتافنا وناخد نفس ونرتاح دقيقة. غالبا بننسى اننا بني ادمين، وان احنا محتاجين نرأف بنفسنا وما نحملهاش فوق طاقتنا. بننسى اننا محتاجين نرتاح ومحتاجين وقت لنفسنا، حتى لو كانت نص ساعة مع فنجان قهوة او كوباية شاي او حتى مكالمة لطيفة مع حد بنحبه. محتاجين نقعد في هدوء شوية من غير ما نفكر في اي حاجة، محتاجين نشحن طاقتنا من اول وجديد تاني. واللي بيحصل لما ننسى نفسنا اننا بنبدأ ننهار من جوانا شوية شوية. اول حاجة بيظهر عليها التعب هو جسمك، بيبدأ جسمك يقولك انا تعبان ومرهق ومحتاج راحة، بس على هيئة صداع او ارهاق مستمر او امراض مزمنة من غير سبب. وبعدين النفسية تبدأ تتعب، وبتلاقيكي بقيتي عصبية زيادة عن اللزوم على اسباب تافهة وحاجات مش مستاهلة، او تحس بالحزن وان كل حاجة تقيلة عليكي حتى الحاجات البسيطة، وان مفيش حد حاسس بيكي ولا مقدر تعبك. وخليني اقولك على حاجة كمان، ان عمر ما في حد هيحس بتعبك او هيقدرك، لان انت ذات نفسك اللي حاسة بالألم والتعب في جسمك مش مقدرة تعبك ولا بترحمي نفسك. طيب عايزة الناس حواليكي ازاي يحسوا بيكي؟ انا عايزة اقول لكل واحدة بتعيش الحالة دي اقفي واسألي نفسك سؤال بسيط، لو استمريت كده على الحال ده هقدر اكمل لحد امتى او لحد فين؟ هل هتقدري تعيشي كده طول عمرك؟ طيب ولو قدرتي تعيشي كده طول حياتك هل هتبقي سعيدة وراضية ومرتاحة؟ هل اللي حواليكي هيكونوا مبسوطين بحالك ده؟ لو اديتي لنفسك الطاقة والحب والرعاية اللي بتديهم لغيرك هتلاقي طاقتك بتزيد وبتتحسن، وده هيظهر على كل حاجة حواليكي. عايزاكي تفهمي ان الراحة مش رفاهية، وانك لو مرتحتيش دلوقتي بمزاجك هتضطري تقفي وترتاحي غصب عنك لما تتعبي، وده اللي احنا مش عايزينه. انا عايزاكي تقفي وترتاحي وانت بكامل صحتك وعافيتك، مش عايزاكي تقفي وانت مجبرة. خدي بالك لما بتقولي لا لطلب فوق طاقتك او لوقت انت محتاجة ترتاحي فيه، وقتها انت بتدي فرصة لنفسك تكوني اقوى وتكوني قادرة على التعامل مع كل حاجة حواليك بتوازن، والناس اللي بتحبيهم هيحسوا
هيحسوا بحبك اكتر لما يشوفوكي سعيدة ومتزنة، لان سعادتك هتنعكس عليهم من غير ما تحسي. باختصار خلي عندك مساحة لنفسك في يومك، ولو حسيتي بتأنيب ضمير فكري في حاجة واحدة بس: ازاي هقدر اخلي اللي بحبهم بخير وانا اصلا مش بخير. عارفين كتير من الامهات او الناس اللي شايلة مسؤولية كبيرة بيحسوا انهم لازم يكونوا موجودين طول الوقت، وان اي لحظة بياخدوها لنفسهم ممكن تعتبر انانية، لكن الحقيقة ان العكس هو الصح. لما بتقفي لحظة وتركزي على نفسك وتستعيدي طاقتك وصحتك، ده بينعكس زي ما قلتلك قبل كده على كل اللي حواليكي. اما لو فضلت تعطي كل حاجة طول الوقت من غير اي راحة، هيجي وقت وتحسي انك خلاص ما عدتيش قادرة تكملي، هتحسي انك مسجونة في دايرة بتلف فيها من غير ما تقفي. وده الطبيعي يحصل لما نهمل نفسنا، لان نفسنا محتاجة اهتمام زي ما بنهتم باي حد حوالينا. وخدي بالك الراحة مش بس جسدية، احنا بنحتاج وقت لوحدنا بعيد عن الاصوات والمسؤوليات، وقت بتسمعي فيه افكارك وتراجعي فيه نفسك. ممكن يكونوا 5 دقايق هتصلي فيهم بتركيز من غير ما يكون بالك مشغول بمليون حاجة في الصلاة، او حتى صفحة من القرآن هتقرأيها في هدوء وبتركيز وبتدبر. اللحظات الصغيرة دي بتفرق كتير، بتجدد طاقتك وتفتح لك آفاق جديدة للتعامل مع الحياة. ولما بترجعي بعدها لمسؤولياتك او لشغلك، اكيد انتاجيتك هتكون احسن واسرع وبجودة اعلى كمان. ما تخافيش تعترفي لنفسك انك محتاجة ترتاحي، وتعترفي للي حواليكي كمان انك تعبتي ومحتاجة وقت لنفسك. والناس فعلا دول لو بيحبوكي هيحترموا ده، لانهم عارفين ان وجودك السعيد والمستقر اهم بكتير من وجودك المرهق التعبان. اما لو ما قدروش تعبك فمش معناها هنا انك هتيجي على نفسك وتكملي، لا، احيانا حقوقنا بنحتاج ان احنا ننتزعها من الناس اللي مش بيحسوا بينا. فسواء هم قدروا انهم يفهموا انك محتاجة وقت لنفسك او ما قدروش يفهموا، انت لازم تتصرفي باي طريقة وتاخدي راحة. وخليني اقولك في نقطة مهمة كمان كتير مننا بننساها، هي ان كل لما بتدي لنفسك حقها بتكوني بتبني اساس قوي لنفسك ولكل اللي حواليك. تخيلي نفسك عمود بيت كبير، لو العمود ده بدأ يتعب ويتشقق مش هيقدر يشيل البيت كله مهما حاول، وانهياره هتكون مسألة وقت مش اكتر. نفس الشيء ده بينطبق عليكي. لما انت بتهتمي بنفسك، غير انك هتبقي كويسة، لا انت كمان هتعلمي اللي حواليكي درس مهم جدا، هو ان حب النفس ورعايتها شيء طبيعي وضروري. ولو عندك اولاد وشافوكي بتخصصي وقت للراحة زي ما بتخصصي وقت للشغل والتعب، هيكبروا هم فاهمين قيمة التوازن في حياتهم، وهيفهموا انهم مش محتاجين يضحوا بنفسهم عشان يرضوا اللي حواليهم. حاولي وقت الراحة تكتبي افكارك ومشاعرك على ورقة. الكتابة احيانا بتكون زي الدواء او العلاج، بتطلع كل الضغط اللي جواكي وبتخليكي تفهمي نفسك وتشوفي نفسك واحساسك بوضوح. واهم حاجة ارفقي بنفسك، ما تضغطيش عليها اكتر من اللازم، ما تلوميهاش عمال على بطال لو قصرت. انت مش لازم تكوني مثالية طول الوقت، لان المثالية الحقيقية هي انك تقدري توازني بين حبك للي حواليكي وحبك لنفسك. ومهم تعرفي انك مش لوحدك، كلنا بنمر بفترات بنحس فيها ان الحمل كبير واننا مش قادرين ندي اكتر من كده، بس الفرق ان اللي بيقف لحظة يريح بيقدر يكمل المشوار، اما اللي بيكمل على طول من غير ما يقف ده بيتعب اكتر وممكن كمان ينهار وما يقدرش يكمل المشوار للنهاية. فكري كده، لو كل حاجة في حياتك كانت ماشية على نفس النظام ده من غير استراحة، هل فعلا هتحسي بالسلام الداخلي؟ الإجابة غالبا هتكون لا، لأنك مش هتقدري تعملي كل حاجة بتركيز. وعلى فكرة انت مش لوحدك، كل الناس حواليكي بيعانوا من نفس التحديات أو من نفس العقبات دي. وإنك تاخدي استراحة ده استحقاق لنفسك، لأن مش معقولة هتقدري تكوني الأم المثالية أو الزوجة المثالية والصديقة المثالية أو حتى الموظفة المثالية لو مش بتعتني بنفسك. ممكن تقولي لي دلوقتي أنا ما عنديش وقت أو المسؤوليات بتزيد ومين هيعمل كل ده لو أنا ارتحت، بس انت لو ما خدتيش وقت لنفسك المسؤوليات دي هتبقى عبء عليكي وهتفضل تزداد وتتقل عليكي لدرجة ما تقدريش تتحمليها. انك تاخدي استراحة ده مش معناه انك بتأجلي مسؤولياتك، لكن معناه انك بتعملي مسؤولياتك بطاقة اكبر وتركيز اكتر. الحياة رحلة محتاجة انك تقفي فيها احيانا، تستمتعي بالحاجات البسيطة وتستمدي القوة من لحظات الراحة الصغيرة اللي هترجع لك التوازن لحياتك. ما تخافيش انك تقفي لو حسيتي بالتعب، ده مش معناه انك فشلتي او مش معناه انك مش قادرة، بالعكس ده معناه انك انسانة حقيقية بتقدري تفهمي احتياجاتك واولوياتك. انت محتاجة تكوني انسانة قوية بتقدر قيمة نفسها وتعرف الوقت المناسب اللي لازم تقول فيه ستوب لكل حاجة وتاخدي بريك. وفي النهاية خليني اقولك ان الراحة مش هروب من الحياة، الراحة هي شيء اساسي للاستمرار في الحياة. وبس كده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.